السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وسعادة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. مع بعض النهارده هنعمل الجلاش بالفراخ، هنعمله بطريقة سهلة جدا. نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله وندخل على بركة الله. نبتدي الفيديو. اول حاجه نجيب حله على النار، هنحط فيها معلقه كبيره كده من السمنه، ومعانا كمان فلفل مفروم، وحوالي 400 جرام كده من صدور الفراخ المفرومه برضو. مجرد كده ما الحله تسخن كويس هننزل بالفراخ، ومعانا كمان حوالي 4 بصلات متقطعين مكعبات صغيره، بيدوا تطعيمه حلوه جدا لتعصيجه الفراخ. هنبتدي بقى نقلب فيها كده لحد ما نلاقي لون الفراخ معانا غير. طبعا تقدري الفراخ دي توفريها مثلا من صدر فرخه لو موجوده عندك، او لما تجيبي فراخ تشيلي مثلا من صدر الفرخه قطعه كده او حاجه. كل مدى كده تبص تلاقي نفسك كونتي نص كيلو من صدور الفراخ، تعملي منهم وجبه حلوه جدا. كمية البصل بتدينا برضو كمية حلوة جدا من تعصيجة الفراخ، تنفعك اوي تعملي بيها صينية مكرونة بالبشاميل او الجلاش اللي هنعمله مع بعض النهاردة. هنحط معلقة من هريسة الشطة اللي هو الفلفل الاحمر. لو ما بتحبوهاش حامية وكده استغنوا عن الخطوة دي خالص. وبنحط كمان شويه من الفلفل، برضو الفلفل الحامي او الفلفل اللي هو العادي زي ما تحبي، سواء عايزاها حراقه او مش حراقه تقدري برضو تستغني عن الفلفل خالص لو ما بتحبوهاش حراقه. شايفين الكميه عملت معانا كميه حلوه جدا. حط عليها بقى ملح وفلفل اسود، بهارات مثلا فراخ، وتسيبيها تتعصج معانا بقى حوالي مثلا كده 10 دقايق، متاخدش وقت خالص. في الوقت ده يكون معانا لف الجلاش، ويكون معانا صاج كده دهنينه بسمنه او صينيه عادي المتوفر عندك اشتغلي بيه. فرننا ساخن على درجه حراره 220، السلك في الرف اللي في النص. بنجيب بقى لفه الجلاش. التعصيجه اللي انا عملتها دي يا جماعه تعمل معانا وصفتين، ممكن تعمل بقى مكرونه بالبشاميل وتعملي منها كمان صينيه الجلاش. انا قسمتها على مرتين. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كل يوم عايز وصفات جديده، فتقدري تعملي دي لا اما وصفه اساسيه او جنب الوصفه الاساسيه. بنجيب بقى السمنه بتاعتنا وندهن حاجه بسيطه خالص. ممكن تحطي كل ورقتين وتدهني عليهم، مش مهم ان انت تحطي ورقه ورقه. وحطي على السمنه برضو اللي انت مسيحاها دي رشه كده بسيطه من البيكنج باودر. بنحط بقى نص كميه الجلاش، نص اللفه، وبعد كده ننزل بالعصاج بتاعنا. لما بتحطي البصل والفلفل فبيعملوا معانا كميه حلوه قوي. هنبتدي نفرد كل الكميه كده، وفي الوقت ده لو عندك اي جبن عندك ممكن تحطيها كده. انا كان عندي جبنه رومي انا كنت عاملاها، حطيتها كده، كانت في شويه وكده بتدي تطعيمه برضو حلوه جدا. قطعت قطع منها كده فوق الحشو بتاعنا. فكل دي حاجه بتدي. لو عندك زيتون ممكن برضو تحطيه، مفيش اي مشاكل. وبرضو ممكن تحطي زي ما قلت لك ورقتين ورقتين، وتدهني سمنه خفيفه خالص. بعد ما خلصنا بقى كل كميه الجلاش قطعيه بقى بالحجم اللي تحبيه.
هنبتدي بقى نقطعه كده لمربعات زي ما انتوا شايفين. انا عاملاه حجمه كده ايه، بيبقى خفيف شويه، ما بياخدش وقت اصلا في الفرن خالص، وبيبقى رقتق كده، بيبقى طعمه حلو. لو عايزه الحجم يبقى اتخن من كده ممكن تعمليه في صينيه صغيره كده. تمام. عملنا بقى خليط من كوبايه كده كبيره، زي يعني كوبايه مج كده زبادي، حطينا عليها مغرفه من الشوربه، وحطينا عليها كمان رشه من البيكنج باودر ومعلقه كبيره من الدقيق. قلبنا كل الخليط ده مع بعضه وهنشرب بيه الجلاش بتاعنا. يبقى حطينا في الخليط ده يا جماعه حوالي مج كبير من الزبادي لو بتعملي الزبادي في البيت. لو ما بتعملهاش يبقى كوبايه كبيره كده. وحطينا كمان مغرفه من الشوربه، وحطينا معلقه من الدقيق، معلقه كبيره، وتحطي كمان رشه من البيكنج باودر، وباقه السمنه اللي فاضت من توريق الجلاش برضو ضفتها عليهم، وقلبت كل ده مع بعضه. وابتدينا بقى نشرب الجلاش قبل ما تدخليه الفرن. بيفضل كده حوالي ربع ساعة بره يتشرب الخلطة بتاعتنا دي. بيطلع معانا يا جماعة طعمه تحفة وطري وحلو جدا. فرننا ساخن على درجة حرارة 200. السلك في الرف اللي في النص ما بياخدش معانا وقت خالص، مفيش كده حوالي 20 دقيقة. لو حسيتي كمان انه احمر قوي الحواف بتاعته ممكن تشغلي الشواية ياخد لون، وكده يبقى معانا تمام. هندخله الفرن بقى اللي هو سابق التسخين، هيطلع معانا زي الفل. زي ما انتم شايفين بيطلع معانا حلو جدا وطري وطعمه كمان هايل. بكده بقى خلصنا وصفتنا. لو حاسين انك استفدتوا من الفيديو ما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك في القناة وتعليق جميل منكم. انتظروني في وصفة جديدة وفيديو جديد، واسيبكم بخير واشوفكم بخير، والسلام عليكم. دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامة.